روحه العالية، على جماله الرائع. طبعا قلة بالعالم العربي للأسف بوقتنا هذا يجي فنان حتى لو عامل كولابريشن مع أي فنان، يجي قدام هذا الجمهور والناس اللي واقفة يقول له إنه أنا من معجبين أعمالك. صراحة قليلة صرنا نشوفها، ولكن اسمع لها صفقة لأنه هذا وكل الكرو اللي كان معنا يطلع هذا العمل بالاخر. بدي اتشكركم على هذا النهار الحلو، بدي اتشكر الشركه كمان مره ثانيه جاكس ار وسيف والدوزي الغرب، ونشوفهم كيف هم يتعاونون بيناتهم، كيف يعملون الديو والتريو وناجحه اغانيهم، واحنا نقول لا اني اللي اسمي واشتغل لحالي وفلان يقول اشتغل لحاله، ابدا لا، لازم نكبر هذا الفن. ساهمنا قدر المستطاع. بس حابب اخبر شغله صغيره. انا من 10 ايام كنت بالجراميز بLA، والشيء الوحيد اللي كانوا عم يحكوا فيه انه الشرق الاوسط حيكون منصه لل 2023 للعالميه، وان شاء الله بنشوف فنانين، وان شاء الله نشوف سيف نبيل والدوزي عم بياخذوا اول ارتست عربيه بياخذوا الجراميز اوورد. ثانك يو. هلا علي شوي لا بس انت كاتشي حتى قبل يعني هذا هو التعاون مع السوق الشباب. يطلع لكم انفيتيشن يمكن كل جمعه تقريبا. اولا عن جد بدي اشكركم لانه جيتوا. GXR ريكوردز من 6 شهور لما اطلع. اللي راح تقوم ان شاء الله بالتغطيه على العمل الجديد اللي بعنوان عليك مع الفنان الكبير سيف نبيل. كان لي الشرف انني يعني انا من عشاق اعمالك قبل التعامل صراحه. وصراحه عمل احترافيه كبيره. Thank you for coming. شكرا لكم على حضوركم اليوم. قبل لا ابلش بالسبيتش مالتي، حاب اهني الدوزي على روحه العاليه، على جماله الرائع. طبعا قله بالكواليس بعرف قديش بيتعبوا وقديش بوصلوا الفكره. هذا اول شيء. بدي اتشكر سيف والدوزي اللي بيحطوا الثقه فيني كمخرج. انا وقت انا اعطي ستوري بورد واعطي الشيء اللي عندي وهن وافقوا عليها، واكيد الياس وقت حكيت انا وياه وقدمت ستوري بورد. شركه GXR اللي هي كانت الداعمه والبرودكشن لاقدر انا اعمل هذا العمل بالاخر.